اما بقى بالنسبه لاهم حاجه في اللابتوب ده وهي الاداء، احنا هنا مقفلين اللعبه حرفيا. بنتكلم عن معالج الالترا 9 275 اتش اكس اللي بيجي ب 24 كور و24 ثريد، رقم مهول طبعا، بماكس بوست لانويه الكفاءه بيوصل ل 5.4 جيجا هرتز مع 36 ميجا كاش. النسخه اللي معانا هنا كمان بتيجي ب 64 جيجا رام من نوع دي دي ار 5 عباره عن 2 في 32 بتردد يوصل لحد 6400 ميجا هرتز. الكلام ده كله بقى محطوط مع كارت شاشه وحش حرفيا وهو الار تي اكس 5080. نسخة اللابتوب مع 16 جيجا في رام من نوع جي دي دي ار 7 مع سحب طاقة بيوصل ل 165 واط. طبعا رقم يخوف، لكن الشاحن عندنا برضه بيجي بقوة 400 واط، وانت هنا تقريبا واخد الاداء الكامل بتاع كارت الشاشة، وده اللي هنشوفه مع بعضنا في اختبارات الاداء نفسها. فحرفيا الجهاز ده معمول للاداء الجبار صرف، لا نقاش على الكلام ده. الكلام ده طبعا اللي بينعكس معانا على اختبارات الاداء زي ما هنشوف دلوقتي. بالنسبة لاختبار مثلا زي سينا بنش 24 كان مطلع نتيجة على السنجل كور 132 نقطة، ومع اختبار المالتي كور طلع حوالي 2037 نقطة، ودي ارقام محترمة جدا.